جوزي قال لي انه هياخد ابني الصغير عشان يحلق له. ما كنتش اعرف ان الحلاقه دي كانت مجرد غطا عشان يعمل تحليل دي ان ايه من ورايا ويشكك في شرفي عشان كلام حماتي. بس اللي حصل في الاخر خلى التحليل ده يكشف سر اكبر بكتير، سر هيدمر عيلتهم كلها ويخليهم يتمنوا لو الارض انشقت وبلعتهم قبل ما يفكروا يكسروني. كنت عايشه في حلم جواز حب وطفل زي القمر ادم اللي كان نور عينينا، بس الحلم ده بدا يتحول لكابوس لما حماتي بدات تزرع الشك في قلب جوزي. ادم كان بشرته فاتحه شويه وده كان كفيل يخلي حماتي تهمس لجوزي: الولد مش شبهك يا ابني، شوف لك حل. كلامها كان زي السم. بدا جوزي يتغير، يراقب تليفوني، يسالني عن كل خروجه، عيونه كانت مليانه شك. في يوم جوزي قال لي: هاخد ادم للحلاق، شعره طول. قلبي كان حاسس بحاجه غلط بس ما قدرتش اقول حاجه. رجع ادم وجوزي كان وشه متغير. بالليل كنت بلم غسيله، لقيت ورقه في جيب الجاكيت: ايصال معمل تحاليل دي ان ايه. الكلمه دي نزلت عليا زي الصاعقه. تحليل دي ان ايه؟ جوزي عمل تحليل لابني من ورايا عشان ايه؟ عشان كلام حماته واجهته. عيوني كانت مليانه دموع وغضب. اعترف. قال: عملته عشان اسكت الناس واريح نفسي. ترتاح انت؟ صرخت فيه. وانا وشرفي وثقتك فيا سبته ومشيت. رحت بيت اهلي، قلبي كان مكسور بس قررت اني مش هسكت على الظلم ده. بعد اسبوع جوزي جاب نتيجه التحليل 99.9%. هو الاب. كان فاكر اني هفرح بس انا كنت مكسور. قلت له: الورقه دي مش هترجع ثقتك فيا ولا هتمحي اهانه الشك. قررت اروح المعمل بنفسي عشان افهم مين اللي حرضه بجد. وهناك كانت الصدمه الحقيقيه. الدكتوره في المعمل اللي كانت صديقه قديمه ليا من ايام الجامعه بصت لي بحزن وقالت: انا اسفه يا نوره، بس اللي حرض جوزك على التحليل ده مش حماتك بس، دي كانت اختك الكبيره اللي كانت بتغير منك من يوم ما اتولدتي، وكانت بتدفع لحماتك فلوس عشان توقع بينكم، وكمان هي اللي زورت تقارير طبيه قديمه لابوكي عشان يبان ان عنده مرض وراثي نادر عشان تبرر ان ادم بشرته فاتحه. الكلمه دي نزلت عليا زي الصاعقه. اختي اللي كنت فاكراها سندي هي اللي بتعمل فيا كده. رجعت البيت، مشيت على بيت اهلي مش عشان اشتكي، عشان اكشف المستور. واجهت اختي قدام اهلي ومعايا كل الادله. وشها اصفر وحاولت تنكر بس الدكتوره اللي كانت معايا اكدت كل كلمه. ابويا وامي انهاروا، ما صدقوش ان بنتهم تعمل كده. جوزي اللي كان جاي يترجاني ارجع سمع كل حاجه وشوشه جابت الوان. عارف ان اللي عامله ده كان مجرد لعبه في ايد اختي وحماته. في اللحظه دي بصيت في عينين اختي وابتسمت ابتسامه بارده وقلت لها: فاكره لما كنت بتقولي لي انك احسن مني في كل حاجه؟ النهارده انا اللي كشفت سرك اللي كنت فاكره انه مدفون للابد. اختي اتحبست بتهمه التزوير والتحريض وحماتي اتكشفت قدام جوزي. جوزي ندم عمره بس انا قررت اني مش هرجع له. انا اللي بقيت اقوى، انا اللي كشفت الحقيقه، انا اللي بنيت حياتي من جديد. ومن اليوم ده بقيت انا اللي بمشي كلمتي في البيت والكل بيعمل لي الف حساب لانهم عرفوا ان اللي يجي عليا نهايته هتكون في المطبخ بيغسل مواعين. بس المره دي مش مواعين الاكل، دي مواعين الغدر والخيانه.